وفاة 16 شخص في سقوط حافلة من منحدر جبلي بجنوب اليمن. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقى 16 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب شخصان آخران بسبب سقوط حافلة نقل مسافرين من طريق جبلي مرتفع بمحافظة لحج جنوب اليمن. وأفادت مصادر محلية أن حافلة الركاب سقطت من منحدر جبلي على الطريق الرابط بين عدن وتعز في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، مشيرة إلى أن القتلى بينهم نساء وأطفال. وأوضحت المصادر أن الحادث جاء نتيجة عطل في مكابح الحافلة، مما أفقد السائق السيطرة عليها وتسبب في سقوطها في وادي صخري. وأشارت المصادر إلى أن جثث الضحايا تطايرت من داخل الحافلة بسبب قوة الحادث الذي وصف بالمروع. ويمر طريق الصحي قرب بين جبال شاهقة يشهد حوادث يومية نظرا لعدم صيانته وخلوه من مصدات حماية، فضلا عن تحويل مسار شاحنات النقل الثقيل إليه على الرغم من عدم مناسبته لمثل هذا النوع من المركبات. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحم المتوفيين اللهم آمين، ويشفي المصابين ويرزق ذويهم الصبر والسلوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.